اولا اعتذر للسيد مدير الندوه لانني سطوت على سلطاتي في هذه اللحظه، ولكن اعتقد انه كان من الضروري ذلك لانني لا استطيع ان اترك هذه اللحظه تمر دون ان اخذ بزمام الامور في اخر هذه المهمه، رغم ان السيد المدير كفيل بان يتم مهمته الى النهايه. يقول سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس زيد رفقه ولا تكتمونه. هذه القاعدة الأولى. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل: هل ماء البحر طاهر؟ فقال لهم: هو الحل، هو الطاهر ماؤه، وأضاف: والحل ميتته. قاعدة ثانية. هاد جوج ديال القواعد الفقهاء ديال الإسلام كينطلقوا منهم باش يوصفوا أهل العلم الحقيقيين. عندما تتوفر هاتان الخصلتان في رجل العلم فإنه رجل علم حقيقي ومنتج ومفيد للمجتمع الإسلامي والمجتمعات المدنية. لأن الآية الأولى كتقول تبيننه للناس، ما تبخلوش به، خرجوه تطلعوا للناس وما تكتموش. الثانية كتقول ما تكتفيوش بأنكم تعطيو الناس الجواب على مسألتهم، ولكن فاش يسولوكم عطيوهم الجواب على المسألة وزيدوهم داكشي اللي ينفعهم. لما سولوني قالوا له: ودي واش نتوضاو بالماء البحر ولا نتوضاو؟ وقولوا حتى داكشي اللي المسلمين عطاهم الجواب على شيء اللي يسألونه. أنا لعلي هذه الخصلتين بالمعاني بالسماع وشدة الاطلاع والرصد أجدهما متوفران بقوة في هذا الرجل، وهذه شهادة بهما سمعتها من عتاة المحامين ومن كبار النقباء. هذا الوصف لهذا الرجل بأنه الرجل العالم في صدره علم، ماشي بالقليل بلغتنا الإسلامية، لا يبخل بعلمه ويضيف مجهودا كبيرا لتوضيح ما يوجد في صدره كي يصل إلى الناس بطرق قد يجهدها البعض يعني فيها تكبر، وإنما هي منتهى التواضع. لأنه حينما يكسر الحواجز، حينما يوصل أفكاره بطريقة كما تنقولوا الدارجة المغربية التقشاب، بطريقة أنه ينفتح عليك، يوصل عندك العمق ديالك باش تنوض ولا يستفزك، فهو كينزل من ديك البرج ديال العالم إلى مرتبة تبسط الأمور ويصل إليك بدليل أنه حتى واحد فيكم ما غتقطع. وأنا جالس ندور كنحسب واش كاين شي متمم قنط وغيخرج، واش كاين شي واحد اللي ما منتبهش، ولعل هذه النتيجة بحد ذاتها تعبر على ما أقوله في شهادتي. أنا كنقيب هيئة المحامين بالكناس، صديق وأخ لهذا الدكتور اللي اعتز بصداقته وأخوته، أخجل حينما لا يرفض لي طلبا، ولا يرفضه لإخواننا في جمعية المحامين الشرعي، ولا يرفضه لكل معارفه في الكناس، بل يبادر الاقتراح علينا التعاون. وأكثر من ذلك اليوم يزيد خجلي وأنا أراه حاملا معه ما قيمته أكثر من 2 مليون مكتوبة هدية لهيئة المحامين. هناك فضل أو جود أو كرم أكثر من هذا. كاين؟ ما كاين. هذا الرجل يجب أن نقف له جميعا. التي يتم توزيعها هذه الكتب على المتمرنين، لأن هدية المتمرنين ما تبقى سيوزع على الزملاء الحاضرين، ولكن نحن أيضا سنهديه رمزيا مقابلا لا يكفي، لأن نشكره على مدة جميلة هو تكريم من هيئته بواسطة داعي بسيط، فليتقبلوا منا مشكورا.
هذا الدرع هو ضربة بسيطة جدا لا تكفي بشكركم ولكن تقبلها منا. حنا كنعتبروا أصغار كبار عظيم خجلانين، ولكن حنا يكفينا أننا كنعرفوا المسؤوليات، كنعرفوا الأثر ديالها، إذا كنعرفوا شكون هي. شكرا لك. غتقدم لك الشهاده هي والمتمرنه. باسم المتمرنين. شكرا لك. صورة جماعية. المتمرنين السلسلة مدير